السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. طل عليكم هذا اليوم في تغطية خاصة وممتعة وشيقة بإذن الله. تغطيتي بإذن الله هذا الصباح الجميل وفي هذه الأجواء الباردة واللطيفة والمعتدلة في نفس الوقت من السوق المركزي للخضار والفواكه. السوق المركزي للخضار والفواكه هو أكبر الأسواق في المنطقة الغربية، وبه أكثر من 1100 محل تجاري، ويضم مبيعات كثير من الأصناف، حيث يضم هذا السوق مبيعات الأسماك واللحوم والدواجن والخضار والفواكه، وكذلك الأثاث والبلاستيك وبعض المواد الغذائية بالجملة. السوق يقع على مساحة 175 ألف متر مربع، وهو سوق ضخم وجميل جدا ومنظم جدا. تعالوا نشاهد هذا السوق من الداخل. طبعا التغطية قد تكون طويلة نوعا ما، لكن مهمة جدا لكل أهل المدينة المنورة وزوار المدينة المنورة. قد تشاهدوا بعض التفاصيل لأول مرة في هذا السوق الجميل. نبدأ من حراج السمك اليومي، فيوميا يتم بيع السمك الطازج التي يأتي من مناطق مختلفة من المملكة مثل أملج والرايس. يوجد عدد من المحرجين في حراج السمك، وهذه الأسماك الطازجة تأتي في هذه السيارات الصغيرة، تأتي عادة من مناطق مثل ينبع والرايس وأملج. أما هذه السيارات الكبيرة وهذه الصناديق فتأتي أيضا أسماك طازجة، لكن من المنطقة الشرقية، من منطقة الدمام تحديدا، أيضا بها عدد كبير من أنواع السمك. هذه محلات السمك من داخل السوق، أيضا هذه تعمل طوال اليوم. ويوجد في الطرف الآخر محلات هذه بعض أنواع السمك. هذا سمك الهامور، هذا عقام، أيضا من نوع الحرير وبعض الشعور. هذا الجزء الآخر من سوق السمك، وهو حاليا مغلق لأنه لا يعمل إلا قبل صلاة الظهر، حيث أن هذا الجزء مخصص لقلي وشوي الأسماك. ننتقل إلى القسم الثاني، وهو محلات الدواجن والطيور مثل السمان والحمام، وكذلك بعض الأرانب. فتجد في هذا القسم جميع أنواع الدجاج من مزارع مختلفة من مناطق المملكة، تأتي كلها طازجة إلى المدينة المنورة وكلها مبردة. وأيضا يوجد قسم، فهذه مثلا أيضا من الحمام الطازج يأتي إلى المدينة المنورة من مناطق مختلفة. هذه تأتي من جدة مثلا. وهذه طيور السمان تأتي من تبوك، أيضا جدا طيبة ولكنها صغيرة في الحجم. يعني هذا الصحن فيه 6 حبات تقريبا ب20 ريال. أما الآن فمع قسم اللحوم، يوجد هنا جميع أنواع اللحوم الطازجة من الأغنام والأبقار والجمال وما يسمى جميع أنواع. هذا محل العم أبو سمير، أقدم محل في السوق لبيع المقادم والكبد ما شاء الله والقلوب والروس وكل ما يتعلق بالأنعام. يوجد كذلك في حلقة الخضار والفواكه قسم خاص بالثلاجات. هذه الثلاجات لتخزين التمور وبعض المواد الغذائية المجمدة. نتحدث الآن عن الجزء الأهم، وهو بيع الخضار والفواكه. بيع الخضار والفواكه يوجد في 3 أقسام مختلفة في الحراج المركزي بالمدينة المنورة. كل يوم في الصباح الباكر أيضا بعد صلاة الفجر يكون هناك حراج الورقيات، جميع أنواع الورقيات، البقدونس، البصل، الجرجير، الفجل، الملوخية، جميع أنواع الورقيات. وتكون عادة رخيصة الثمن جدا، يصل الدرزن أحيانا إلى ريال واحد، وبحد أقصى إلى 3 ريالات فقط درزن كامل. هذا البصل الأخضر المديني، وهذا الفجل الأبيض، وهذا الخس، وهذا الفجل الأحمر ما شاء الله، وهذه سمنة الرجلة، هذا الجرجير، وهذه أوراق الكرم، وهذه تسمى الخبيزة، تأتي في بداية فصل الشتاء، وهذه الطماطم المدينية الجيدة، وهذا كذلك النعناع المغربي، وهذا النعناع الفساوي. عندك دوش يا عم ولا ما عندك؟ لا والله دوش قلة، ما في اليوم دوش. وهذا ما شاء الله البقدونس الطازج، شايفين ما شاء الله الحزمة في المدينة كيف البركة. بكم الدرزن يا عم البقدونس؟
الدرزن ب4 ريال، يعني 3 حبات بريال. تخيل. وهذا الفجل الابيض ما شاء الله المديني، الدرزن 6 ريال، يعني حبتين بريال. الله يديم النعم. وهذا الجرجير المديني هذا الحارس هذا الجرجير الدرزن ب6 ريال، يعني الدرزن بريالين، يعني 6 حبات. هذه ما شاء الله السبانخ، طبعا كثير ما يفرقوا بين السبانخ والسلق. هذا السبانخ الدرزن ب3 ريال، وهذا السلق الدرزن بريالين. اللهم. هذا القسم يسمى قسم المحاصيل الزراعية أو حراج المحاصيل الزراعية. الآن ستشاهدوا على الهواء مباشرة بإذن الله ماذا يتم في هذا القسم. في هذه الساحة يتم يوميا في الصباح الباكر وأيضا بعد صلاة الظهر حراج على كل المواد الغذائية التي تأتي من جميع مناطق المملكة. هذه مثلا سيارات تأتي محملة بالطماطم. هذا قسم حراج المنتجات الزراعية المحلية. كل ما ينتج من الخضار من داخل المملكة يحرج عليه في هذه المنطقة يوميا بعد صلاة الفجر وصلاة الظهر. هذه كلها ما شاء الله تبارك الله محاصيل من داخل المملكة العربية السعودية. جميع ما تتخيل من المحاصيل الجميلة تأتي إلى هذا السوق. وعادة أسعار هذا السوق ما شاء الله جدا مناسبة، ولا تكون غالية مثل بعض المحلات وبعض محلات الأسواق الكبيرة. سأنتقل معكم الآن إلى القسم الآخر من قسم الخضار والفواكه، وهو قسم المنتجات التي تأتي من خارج المملكة، وهذه تكون عليها أيضا حراج. هذا قسم الفواكه المستوردة، وأيضا من جديد دخل فيه بعض المحاصيل الزراعية الداخلية، لكن هذا القسم لا يعمل إلا في الليل والصباح. طيب كويس. هذه بالصدفة أحد متابعيني في سناب المدينة عنده ما شاء الله بسطة هنا في الحراج، أحد الشباب السعودي. انظروا ما شاء الله إلى الفواكه المختلفة المستوردة. سعر اليوسفي مثلا الكرتون هذا فندي تركي ب 15 ريال. 15 ريال. الكيوي هذا ايطالي السله على كم يا التفاح هذه سلات التفاح مثلا ب10 ريال، الاطباق ب20، الفراوله الكرتون ب15، الجوافه ب8، افوكادو 40، اليوسف الباكستاني بكم؟ ب30. والله لا اريد ان افسد على اصحاب المحلات في خارج الحراج، فلا بد الانسان احيانا يضطر الشراء منهم، لكن الشراء من الحلقه مهم جدا، لأن الشراء من الحلقة يضمن لك أمرين: أولا أن تأخذ أفضل سعر وهو سعر الجملة، ثانيا أن تأخذ فواكه وخضار طازجة يوميا. هذه مثلا كراتين موز مستوية زيادة نوعا ما، سعرها ب30 ريال فقط. الكرتون هذا تقريبا فيه 18 أو 17 كيلو. هذا السوق الجميل لا يعمل إلا في الصباح الباكر وأواخر الليل. الساعة 10 البلدية تنظف هذا المكان تماما، لا يبقى فيه أي محل. سأنتقل الآن إلى القسم الثالث من أقسام الفواكه والخضار، وهذا القسم خاص بالمحلات المستأجرة من متسببين، أي أصحاب محلات يبيعوا. استخدمت قبل قليل كلمة الحلقة. الحلقة تطلق في المدينة المنورة على حراج الغنم أو على حراج الخضار والفواكه أو على حراج الأسماك. هذا القسم الثالث وهو قسم خاص بالمحلات المستأجرة من قبل ملاكهم، يشتروا أيضا من الحراج السابق بالجملة ويبيعوا طوال اليوم في هذا. فعندما يأتي الإنسان في الصباح الباكر ويحضر حراج الفواكه فيأخذ بسعر الجملة، وكذلك أصحاب هذه المحلات يشتروا مثلك الصباح الباكر بسعر الجملة. هذا القسم خاص بمحلات البلاستيك، جميع أنواع البلاستيك والأواني المنزلية تباع في هذه المحلات، وعادة تكون أسعارها أقل أيضا من أسعار المحلات. أما هذا القسم فهو خاص بالثلاجات، جميع المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد، وأنواع المكسرات والعطارة وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. هذه أكشاك خاصة ببيع الورد، وكذلك الكركديه الطازج والليمون المديني والنعناع المغربي والحساوي وجميع أنواع. وهذا كذلك الدوش، وهذا الشاي الأخضر، وكلها طازجة من مزارع المدينة المنورة. اللهم بارك يا رب. هذا ما شاء الله النعناع المغربي طازج وصل الآن. هذا النعناع الحساوي، عادة حساوي للشاي الأحمر والمغربي للشاي الأخضر في المدينة. في هذه الساحة الكبيرة أيضا يتم حراج الرطب في موسم الرطب، وحراج الطماطم في موسم الطماطم، وكلها محاصيل محلية من المملكة. انتقل بكم الآن إلى سوق التمور الموجود في حلقة الخضار المركزية، لأنه يوجد أكثر من سوق تمور في المدينة المنورة. هذا من الأسواق الحديثة والجميلة. سأنتقل بكم الآن إلى سوق التمور المتواجد في حلقة الخضار والفواكه في السوق المركزي بالمدينة المنورة، لأنه يوجد أكثر من سوق تمور في المدينة المنورة. هذا أحد المحلات التمر في سوق التمر، مثلا هذا تمر الصقعي، هذا المجدول، هذا السكري، هذا اللبانة، يوجد من كل نوع أنواع مختلفة.
هذا السكري الفاخر أيضا، هذا نوع من أنواع الصفاوي، هذا صقعي باللوز، وهذا يتفنن في أهل المدينة ما شاء الله. هذا برن العيص، هذا دقلة نور، هذا الشلبي، هذا أيضا سكري، هذه نبتة علي، هذه رثانة الشرق ما شاء الله من عجوة العالية. طبعا النبي عليه السلام قال من تصبح ب7 تمرات من عجوة العالية لم يصبه في ذاك اليوم سحر أو أذى أو سم بإذن الله الواحد الأحد. هذه وهذه أيضا العجوة العادية، وكلها من تمور المدينة المباركة. هذه الآن سعرها الكيلو ب40 ريال العجوة العادية، وعجوة العالية السعر ب60 ريال. والرجل يقول طبعا كل محلات التمور يكون فيها ثلاجة داخلية، يكون درجة الحرارة فيها منخفضة تحت الصفر عادة حتى تحافظ على جودة التمور مثل هذه. في بعض أنواع التمر المرقد أو التمر المخبوز في تنك، يوجد عدة أنواع، الحلوة والخلاص والبرني. هذه الساحة الكبيرة هي ساحة حراج التمور المركزية، وتكون عادة طبعا في موسم التمور في بداية شهر 7 الصيف إلى نهاية نوفمبر. سأنتقل بكم إن شاء الله إلى الحراج الرئيسي أو المكان الرئيسي الخاص ببيع البصل والثوم والبطاطا، وهو سوق مستقل متكامل. طبعا مع التنقل من مكان إلى مكان نسينا فين وقفنا السيارة، والله يستر، إن شاء الله نلاقيها بعد ما نخلص التغطية. دعواتكم. هذا السوق الخاص ببيع جميع أنواع البصل والثوم والبطاطا، وكلها تأتي من داخل المملكة ما عدا البصل يأتي جزء منه من الخارج. كما تشاهدوا هذا السوق يباع فيه جميع أنواع الثوم كذلك الزنجبيل. أسعار البطاطس ما شاء الله تبارك الله، الكيس ب3 ريال، وهذا النوع ب4 ريال، والبصل يختلف من نوع إلى نوع. هنا يعبأ أيضا البصل محلي، هذا بصل تركي ما شاء الله ب4 ريال و6 ريال، وهذا بصل ليش هذا وطني ولا وطني بكم؟ وطني 4 ريال. أسعار اللهم بارك. ننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى سوق خاص بالحبحب والخربز والشمام والقرع الكبير البلدي، وهذا يكون نشط عادة. هذا الحبحب من منطقة الرياض، الحبة سعرها ب30 لأنه هذه الأيام أواخر موسم الحبحب، في الصيف طبعا تكون أرخص من ذلك. هذا ما يسمى بالقرع أو الدبة أو الدباء، وهذا من الطعام الذي كان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. سامحوني التغطية طويلة نوعا ما، لكن يجب أن أعطيكم فكرة متكاملة عن سوق الخضار والفواكه المركزي بالمدينة المنورة. يوجد كذلك في سوق الخضار المركزي قسم خاص بالحمام والطيور. هذا القسم يكون حراجه يوم الجمعة عادة بعد صلاة الفجر، لكن المحلات تبيع وتعمل طوال الأسبوع. هذا الديك الحبش أو بعضنا يسموه ديك الرومي، هذا الدجاج البلدي والديوك البلدي. أيضا يباع في هذا السوق بعض أدوات من سعف النخل، وكذلك البيض البلدي، الليف والعسل والبيض البلدي ما شاء الله. يوجد أيضا عدد من محلات الطيور والحبوب الخاصة بطعام الدجاج والحمام والعصافير. هذا نوع من أنواع الدجاج البلدي، شوف منظره سبحان الله، قولوا سبحان الخالق العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا ما شاء الله الديك الباكستاني عملاق ما شاء الله تبارك الله، والله ما شاء الله ما تقول إلا أسد مو ديك. اللهم صل على سيدنا محمد، ما شاء الله تبارك الله. هذه محلات أيضا لبيع جميع أنواع الطيور والأسماك والزينة. هنا ما شاء الله شوفوا الوز، اللهم صل على سيدنا محمد، هذا وز. هذا ما شاء الله محل لبيع الطيور، هذا الكروان، هذا يسمى عاشق ومعشوق ما شاء الله تبارك الله، ألوان جميلة. هذه طيور أفريقية بيضا ملونة رائعة. هذا ما شاء الله الحمام الفرنسي الأبيض، وهذا الحمام البلدي، وهذا السمان، اللهم بارك يا رب. هذه محلات أيضا مختصة ببيع حبوب الطيور، كذلك أخفاص الزينة وكل ما يتعلق بالطيور من أدوات. هذا البط ما شاء الله، يا أبويا لا تخافوا والله ماني ماخذ أحد فيكم. شايفين البط، اللهم صل. خلاص.
طبعا تقريبا انتهينا من كل أقسام سوق الخضار فيما يتعلق بالأشياء